تمام. بما ان في طلبه كبار وصغيرين حتى في البوست جرادويتد بعد ما بيتخرجوا يعملوا ماستر وماجستير بيغشوا برضو عادي. طيب، الاحداث اللي احنا فيها دي مش بتخليك تفكر ان انت تراجع نفسك في موضوع الغش ده؟ اولا انت تنازلت عن مبدأ من مبادئك المفروض ان انت ما تتعداهاش. الغش ده بالنسبه لنا زي السرقه. هو الغش فعلا يعتبر سرقه. انت بتسرق مجهود غيرك. مش مقتنع بالكلام ده صح؟ طب لو قلت لك ان انت بتغش كده، معنى كده انك انت مش واثق في الله، او ما عندكش ثقة في الله. يعني الكلمة كبيرة قوي صح، بس هي كده، هي تعتبر كده. انت مش واثق ان التوفيق بالله. ازاي بقى؟ اولا لما انت غشيت انت خدت بالاسباب. ايه هي الاسباب بتاعتك؟ ان مادام انت حليت يبقى هتنجح، ونسيت خالص ان التوفيق بمين؟ ان التوفيق بيد الله. صح؟ انا مهم جدا ان انا اخد بالاسباب، ده حاجه اساسيه، ودي الحاجه من الدروس اللي احنا اتعلمناها. لان حتى في غزوه احد لما هما ما سمعوش الكلام، بعد ما افتكروا نفسهم كسبوا ونزلوا يلموا الغنائم من على الجبل، سيدنا محمد كان قايل لهم ما تنزلوش من على الجبل، وهم نزلوا. كان ممكن ان هم يكسبوا الحرب عشان النبي موجود معاهم نصرة للنبي، لكن مع ذلك خسروا الحرب. فكان درس بيتعلموه ان هم يعملوا ايه؟ يتبعوا اوامر النبي. يبقى كده علمهم ان احنا نعمل ايه؟ ناخد بالاسباب. تمام، حلو جدا ان احنا ناخد بالاسباب، دي حاجه اساسيه، وده اللي بيفرق ما بين التوكل والتواكل. ولكن ناخد بالاسباب وننسى المسبب. انت دايما بتقول ايه؟ وما توفيقي الا بالله، وما توفيقي الا بالله. طب وبعدين؟ دلوقتي انت لما غشيت عملت ايه؟ اخدت بالاسباب الورق وعايز تحله. طب فين بقى وما توفيقي الا بالله؟ تمام. فانت المفروض تعمل اللي عليك. اعمل اللي عليا ايه؟ اذاكر. طب ما عنديش ظروف، ما عنديش وقت، عنده ظروف وما خلتنيش اقدر اذاكر. اعمل اللي عليك، ذاكر في الطريق وربنا هيبارك لك في الشويه اللي انت ذاكرتهم. عندي حاله وفاه، عندي وعندي وعندي. على فكره اللي عندك ده عند غيرك، بس في غيرك ما بيتنازلش عن المبدأ بتاعه. وده فعلا موقف حصل معايا، مش معانا شخصيا، مع حد اعرفه. الشخصيه دي المهم كانت عندها حد تعبان، واحنا كتمريض طبعا كويس جدا ان يكون في تمريض موجود مع الاهل. المهم ان هي راعتها وجت قبل الامتحان بيوم ونص او يوم، او في نفس قبل يوم الامتحان بالظبط، وبدات تجمع الماده. المهم يعني احنا بقالنا اسبوع بنذاكر ولا 3 ايام، معرفش الماده كان قدامها قد ايه، وانت جايه قبل اليوم تذاكري بيوم، الله يكون في عونك. المهم بعد ما طلعت من اللجنه فهي ايه الاخبار؟ لعله خير، الحمد لله، يعني ان شاء الله خير. فبعد ما جابت النتيجه فلقيت ان هي نتيجتها يعني جيد تقريبا او جيد جدا. فلقيتها زعلانه، فبقول لها كويس، انت شفت الظروف اللي انت مريتي بيها؟ فقالت لي انا مش بتعشم في مجهودي، انا متعشمه في الله. انا واثقه في الله، انا عارفه ان ربنا هيقف معايا، لان الظرف اللي انا فيه ما كانش بايدي. انا ما قصرتش، ما مسكتش تليفون وبعدت عن المذاكره، ما انشغلتش بحاجه وسبت المذاكره. تمام. زي ما انا عارفه برضو ان المذاكره في الوقت ده صعبه جدا، صعبه، لان في حاجات حواليك بتكرهك في المذاكره اساسا. يعني تذاكر ولا تستمع فيديوهات، ولا تستمع مقاطع ريلز، ولا تستمع تيك توك، ولا تستمع حاجات مضحكه؟ هتذاكر ولا تعمل الحاجات دي؟ الحاجات اللي حواليك دي للاسف بتكرهك في المذاكره. انا معاك، الله يكون في عونك، بس نفسك طول ما انت بتقول لها اه ونعم وحاضر وبتطوعها، ده كده كأنك انت ايه؟ بتكبر الوحش اللي جواك فعلا. وبعدين مفيش حاجة اسمها يعني انا مش قادر، ما عنديش شغف للمذاكرة. احنا كده كده بالفعل ما عندناش شغف لحاجة بتتعبنا. اي حاجة فيها مجهودها هنحبها ليه؟ بس احنا لازم نجبر نفسنا، مفيش حاجة اسمها فقد الشغف. انت اللي بتوجد الهدف، وانت اللي بتوجد الشغف بتاعك. التليفون ملحوق عليه، مقدور عليه، مش الحاجات اللي موجودة ما هتمشيش، تفضل موجودة على فكرة، متخزنة، من لما تدور عليها هتلاقيها. يا سيدي احفظ الفيديو وارجع في وقت فضاك بسمعه. تمام، لو انت متحمس قوي ان انت كده تعمله، لكن ما يكونش سبب من اسباب الغش.
طيب نرجع بقى للحاجة الأساسية اللي هي ايه، ان حضرتك برضو مش واثق في الله. لا يا دكتور انا واثق في الله وعارف اللي انا بقوله ده صح واللي انا عملته ده يعني مش للدرجات دي، يعني ما تكبريهاش. لا حضرتك انا بكبرها، لان انت بتسرق مجهودك. الغش اللي انت بتعمله ده اولا بتاخد مجهود غيرك، تمام؟ غير كده افرض انك انت المجهود اللي انت خدته ده رحت اتعينت في وظيفة انت مش قدها، تمام؟ هتعمل ايه هناك؟ بدل مبدأك الغش يبقى هتغش في حاجات تانية، بدل ما اتنازلت عن مبدأ يبقى هتتنازل عن مبادئ تانية. طيب وده للاسف ان احنا بنلاقي ان انا لما اجي اقول لحد يا ابني حرام الغش غلط، ما تسرقش، الغشاش ده زي الحرامي، يبقى بيضحك كده كاني ما بهزقهوش، ولا كاني بكلمه عادي، ولا مش مقتنع من اللي انا بقوله. طبيعتنا احنا كشعب بقى والشباب بالنسبه يعني حوالينا كده، تحس ان هو لما بيغش صاحبه كده بيعمل معاه جميله، كانه كده جدعانه منه، ما ينفعش يقول له عايز حاجه ويقول له لا. بس ده برضو ما ينفعش، لان انت ذات نفسك كده بتديله ايه، بتديله مجهودك. دي حاجه. الحاجه التانية للاسف بتعوده على كده. لكن هو لو دخل لجنه ولقى ان انت مش بتديله وانا براقب عليه كويس ومحدش بيغش، هيسقط في المادة، تمام؟ المادة الجاية هيعمل ايه؟ لا اللجنة محروقة، انا كده هضطر ان انا اذاكر. فانت خليته يذاكر. انت عمرك ما هتكون عمرك ما هتكون ارحم عليه من رحمة ربنا بيه. يعني ربنا ارحم علينا من اولياء امورنا، من ابهاتنا وامهاتنا، فربنا ارحم بيه منك طبعا، تمام؟ بس ربنا برضو خلق الجنة وخلق النار، خلق الثواب والعقاب، جعل فيه ثواب وعقاب عشان الناس تبقى عارفة هي هتعمل ايه ومحدش يتكل على التاني. يا شباب الأخذ بالأسباب حاجة مسلم بيها طبعا، لكن ما تنساش المسبب أبدا خالص. واحد يقول لي يا دكتور يعني أنا لو ما حلتش في المادة هنجح وأنا ما غشتش؟ قلت له اول حاجه كده ما تحلش في الماده ليه؟ مش هتذاكر؟ ما عندك ظروف؟ قلت لك حتى لو انت في الطريق اقرا، اسمع تسجيلات من المحاضرات، اشتغل، اعمل اي حاجه تخليك تجمع حتى لو نص الماده. رحت ولقيت اسئله غير الاسئله، فكر، شغل دماغك، اعمل مجهود، اعمل فعلا الاخذ بالاسباب الحقيقي. ما تسيبش وقت وتلعب فيه وتقول انا خدت بالاسباب، ما ينفعش، هتتحاسب، تمام؟ طيب ده بالمسبب بقى التوفيق من عند ربنا طبعا طبعا طبعا. لو انت مش واخد بالك ان احنا الواحد لازم يكون عنده ثقة بالله ومتوكل على الله، انت بتريح قلبك وبتريح عقلك من التفكير. زي برضو ما قلت لكم على موضوع غزوة بدر ان هو علمنا غزوة احد بيعلمنا الاخذ بالاسباب، غزوة بدر برضو، غزوة بدر بتعلمنا ايه؟ الاخذ بالاسباب والتوكل على الله. انت متخيل ان كان في غزوة بدر في بعض الروايات بيقول ان هم كان عددهم 313، معهمش غير 10 اسلحة وفرسين، في حين ان العدو كان اكتر. في الاول كان 1300 واتضم عليهم جيش تاني، فتقريبا وصلوا لاكتر من 3000 او وصلوا ل 5000. 3000 او 5000 قصاد 313 يعملوا ايه؟ رقم مهول، صح؟ لو احنا خدنا بالاسباب لا دي حرب خسرانه مش هنكسب فيها، نتراجع. لكن ما ينفعش، ده هم اللي عايزين يخلصوا عليهم. الكفار كانوا عايزين يخلصوا على سيدنا محمد وعلى يخلصوا على المسلمين في الوقت ده، ومستغلين قوتهم وعددهم والتجهيز اللي هم عاملينه. هل سيدنا محمد تراجع؟ ولكن عمل ايه؟ اخذ بالاسباب وتوكل على الله وعارف وثقة، وهو بيعلمنا ان وما النصر الا من عند الله العزيز الجبار، يعني النصر من عند ربنا بس، تمام؟ سبحان الله في غزوة احد كسبنا الحرب، في غزوة بدر كسب